ده هيكون الجزء التاني من الفيديو التالت في سلسلة تعليم أرنولد للمبتدئين. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن بقية الشيدرز. يلا بينا. في الفيديو ده هنستعمل نفس السين سيت اب بتاعة المرة اللي فاتت، وهنبتدي بإن احنا نعمل جلاس شيدر. أول حاجة خلينا نفتح ال IBR، هنروح على القائمة بتاعة أرنولد وبعدين ندوس على ال IBR window. بعد كده هنسحب ال IBR window ونحطها هنا على الشمال. بعد كده هنروح نفتح الماتيريالز مانجر بان احنا ندوس هنا نكبرها شوية. بعد كده هنعمل شيدر جديد بان احنا نروح لقائمة create Arnold surface وبعدين standard surface. هناخد الستاندرد سيرفيس اللي احنا لسه عاملينه ونعمل له apply على السفير. بعد كده هنفتح الشيدر نتورك اديتور بان احنا ندوس على الماوس ويل وبعدين ندوس على الستاندرد سيرفيس شيدر. بعد كده على اليمين هنفتح القائمة بتاعة ترانسميشن وهنخلي الويت فيها بدل 0 ب1. على طول هنلاقي ال IBR طلع لنا أول جلاس شيدر، وهنلاحظ إن البيز ما بقناش قادرين إن احنا نتحكم في أي حاجة فيها خالص وكلها بقت grayed out. ده علشان احنا عندنا transmission 1. بس لو احنا حابين نتحكم في البيز color لأي سبب ما، ممكن نخلي الويت بتاع transmission بدل 1 نخليه 0.9. هنلاقي البيز رجعت تاني، ممكن نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. بس بما ان احنا عايزين نعمل جلاس فهنرجع تاني الترانسميشن دي ل1. التحكم في الشيدر بتاع الازاز علشان نخليه احسن بيبقى من خلال التاب بتاعة الترانسميشن والتاب بتاعة السبيكولر. لو بصينا على الاي بي ار هنلاقي ان الشيدر بتاعنا فوجي والرفنس بتاعه عالي، فعشان كده هنقلل الرفنس بدل 0.2 خلينا نجرب 0.05. هنبتدي نحس بالرفليكشنز ونشوفها احسن حوالين الازاز، وفي رأيي هو ده اللي بيخلي شكل الإزاز يبقى أحلى، إن الريفليكشنز عليه تبقى واضحة ما تبقاش blurred بزيادة. إلا لو إحنا عايزين ده بإن إحنا مثلا عايزين نعمل frosted glass. بعد كده عندنا تحت الرفنس في الفاليو بتاعة ال IOR أو ال Index of Refraction. الفاليو دي تتحكم في طريقة رد فعل الإزاز لما بينزل عليه ضوء مباشر. كل مادة شفافة بيبقى ليها IOR مختلف، يعني الإزاز بيبقى 1.5، المية بتبقى 1.33. ويخلينا نرندر ال IOR بتاع 1.33 ورفنس بتاع 0.05 علشان نطلع حاجة شبه المية شوية. هسيبها ترندر للآخر وبعدين أوريكم النتيجة. ودي كانت نتيجة الشيدر بتاع المية اللي احنا كنا لسه عاملينه. هو طبعا مش أعلى كواليتي بس لسه هنعلي فيه قدام. خلينا نجرب نعمل الفروستد جلاس. نعلم تاني على الستاندرد سيرفيس شيدر، هنرجع الاي ار ل1.5 وهنخلي الرفنس 0.3 وهسيبه ريندر لحد الاخر وبعدين اوريكم النتيجة بتاعته. ودي كانت النتيجة بتاعت الفروستد جلاس. خلينا نعمل مقارنة ما بينها وما بين الشيدر الاولاني اللي كان فيه المية. نعلم على الشيدر الاولاني وبعدين هنروح فوق على الشمال هندوس على حرف ال A. بعد كده هنعلم على السناب شوت بتاعت الشيدر التاني وندوس على حرف ال B. هنلاقي على الشمال عندنا الشيدر بتاع المية وعلى اليمين عندنا الشيدر بتاع الفراستد جلاس. خلينا نشوف الفرق. زي ما انتوا شايفين الرفنس في الشيدر بتاع الفراستد جلاس اعلى بكتير والشيدر بتاع المية واضح إلى حد ما. بعد كده تعالوا نعمل tinted glass. هنعلم على الستاندرد سيرفيس شيدر وخلينا نقلل الرفنس ل 0.1. وتحت الترانسميشن ويت في الكالر خلينا نغير الكالر دوت للون الأحمر زي كده. خلينا نقفل هنا. هنلاقي اللون الأحمر اللي طالع في ال IBR أغمق بكتير من اللون الأحمر اللي احنا مختارينه في الترانسميشن. في الفاليو بتاعة الدبس هنلاقيها بصفر. خلينا نجرب نخلي الفاليو دي مثلا 10. بعد ما علينا الدبس ل10 لقينا ان اللون بقى أغمق من الأول وبقى مدي على الأسود، فخلينا نعلي أكتر من 10. بدل 10 خلينا نبقى 30. ابتدى اللون يظهر
بس لسه برضو غامق، مش اللون اللي احنا مختارينه. وده بيرجع لان احنا اصلا في الاول كنا عاملين السفير 50 سنتي، فخلينا نخلي الدبس 50 سنتي. ابتدى اللون يبقى افتح بكتير بس ستيل برضو غامق، وده لان احنا السكاتر كولر اسود. فهندراج الكولر من الترانسميشن ونحطه على السكاتر، هنلاقي الدنيا بقت اغمق. ولو لقينا ده حصل هنعمل فريش للاي بي ار كده، نلاقي الدنيا ابتدت تفتح تاني. خلينا نعلي الدبس، بدل 50 سنتي خلينا نخليه 100. زي ما احنا شايفين ده التنتد جلاس بتاعنا باللون الاحمر. على الحواف هنلاقي ان اللون افتح، وكل ما بنخش لجوه هنلاقي ان اللون بيغمق، وده هيكون بسبب التكنس بتاع المش. بما ان دي سفير فالحواف بتاعتها بما ان هي هتبقى قريبة من بعض، فالريز بتاعت اللايت مش هتمشي كتير، فالإفكت هيبقى أقل. وكل ما تمشي أكتر الإفكت بيبقى أعلى. برضو خلينا ننكريز الفاليو بتاعت الدبس، بدل 100 نخليها 200. بعد النقطة دي أي تعلية في الفاليو هتخلي الكالر يبقى أفتح، فهنرجعها 100 تاني ونسيبها ترندر، وبعدين هوريكو الفاينل اوتبوت. ودي كانت النتيجة بعد الفاينل ريندر لما كان الدبس 100، ودي فوقيها دي هنا لما كان الدبس 200. دلوقتي خلينا نخش على الشيدر اللي بعده واللي هيبقى الدهب. نروح على قائمة create Arnold Surface Standard Surface ونعمل له apply على السفير، ونفتح الشيدر نتورك اديتور وندوس على الستاندرد سيرفيس. هنطلع فوق على اليمين هنلاقي في presets، هندوس عليها هنلاقي بلاستيك ميتال جلاس وسكين وثن. هنختار ميتال، ودي طريقة من طريقتين علشان نبتدي نعمل الميتال. في طريقة تانية، خلينا الأول نرجع للبلاستيك. بعد كده تحت البيز هنلاقي فيه بارامتر بتاع مترنس، لو خليناه 1 هيخلينا نعمل الإفكت بتاع الميتال. تحت الفاليو بتاعة الميتالنس هنلاقي فيه presets، لو فتحناها هنلاقي فيها ألمنيوم وكوبر وجولد وآيرون وليد ومغنيسيوم ونيكل وبلاتينيوم وسيلفر، حاجات زي كده. خلينا نعمل جولد. أول ما بندوس على جولد هنلاقي فيه تغيير في الألوان بتاعة البيز والسبيكولر. أنا بحب الألوان بتاعة الجولد تبقى ساتوريتد عن كده، فخلينا نغير اللون بتاع البيز. نعلي الساتوريشن بإن احنا نحرك السلايدر لليمين حاجة قريبة من كده. وبعد كده هناخد نفس الكالر ده نحطه في السبيكولر، وبعدين نخفف الساتوريشن بتاعه شوية ونودي الهيو بتاعه ناحية الأصفر، حاجة زي كده. والشيدرز بتاعة الميتال زيها زي البلاستيك، في حتة ان احنا لازم نحط texture علشان ندرايف بيها السبيكولر رفنس. فهحط texture وعلى طول هعمل لها attach بالارنولد شيدر. البروجيكشن بتاعها شكله كويس، فهعمل لها attach بالستاندرد سيرفيس شيدر. تحت مين سبيكولر هنحطها في الرفنس، وبعدين هنعلم على الستاندرد سيرفيس شيدر وندوس Alt W1. هنبص في الاي بي ار هنلاقي الافكت زيادة شويتين واحنا عايزين نقلله، فهنعلم على الايمج نود وندوس Alt Tab، وبعدين هنكتب ramp ونختار ramp float، بعدين input. وزي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت، أول ما نلاقي الشكل دوت في الاي بي ار نغير التايب بتاع ramp float منيو نخليه custom، وبعدين هندوس على show in separate window علشان نطلع الكيرف بتاعنا بشكل أكبر. بعد كده النقطة اللي فوق على اليمين هنقلل الفاليو بتاعتها لحد 0.6 ونستنى نشوف النتيجة. شكلها هيكون كويس، فهسيبها ترندر للآخر وبعدين أوريكم الأوتبوت بتاعها. وده كان الأوتبوت بتاع الشيدر اللي احنا لسه عاملينه بعد ما خلص ريندر للآخر. خلينا دلوقتي نعمل سين جديد عشان اوريكم ازاي بنعمل الفابريكس.
هنبتدي بان احنا نعمل بروجكت جديد، فهندوس كنترول ان وهنقفل الماتيريال مانجر. بعد كده هننزل بلين، وبعدها هننزل كون. هنصغر الكون، هندوس تي وبعدين نصغره، ندوس شيفت كده كويس. وبعدين هنروح نجيب الأداة بتاعة بليس ونبليس الكون على البلين. بعد كده هنعلم على الكون في الأوبجكت مانجر وننزل تحت التوب راديوس بدل 0 هنخليه 10. بعد كده هننزل بلين تانية، ندوس E ونطلعها لفوق حوالي 80 سنتي. بعد كده هنقلل الويدث بتاع البلين التانية، بدل 400 و400 هنخليه 200 و200. ونعلي الويدث والهايت سيجمنتس، بدل 10 هنخليهم 80 و80. بعد كده هنعلم على البلين الأولانية والكون مع بعض من الأوبجكت مانجر وندوس رايت كليك، نروح للسيميوليشن تاجز وننزل كولايدرز. بعد كده هنروح على البلين الأخرانية اللي احنا نزلناها ونغير اسمها، بدل بلين 1 هنخليها فابريك. بعد كده هندوس عليها رايت كليك ونروح لسيميوليشن، ومن سيميوليشن هنختار كلوث. بعد كده هندوس F8 أو بلاي. هنوقف البلاي هيد عند حتة احنا شايفين ان احنا كده راضيين بيها وانها حلوة. شكل الكالكوليشنز مش كويس، فهنرجع تاني لفريم 0، هندوس هنا. بعد كده هندوس كنترول دي عشان نفتح البروجكت سيتنج وندوس على سيميوليشن. بعدين سيميوليشن هنلاقي في حاجة اسمها sub steps. هنعلي السب ستيبس دي، بدل 20 هنخليها 40، والiterations اللي تحتيها على طول بدل 1 هنخليها 10. بعد كده هندوس F8 ونصبر لحد ما نلاقي شكل فريم يكون عاجبنا، ونوقف في البلاي هيد بان احنا ندوس على F7. بعد كده هنروح للأوبجكت مانجر ونرايت كليك على الفابريك وننزل لحد current state to object، ندوس عليها. هنلاقي في مش جديدة ظهرت. هنروح على البلين الأولانية خالص ونعمل لها disable، وهنعمل disable برضو للcloth tag، هندوس عليه. نروح على basic وهندوس على التشيك اللي جنب enable. وفي المش الجديدة هندوس على الكلوز تاج برضو ونشيله خالص بان احنا ندوس delete. بعد كده هنرجع البلاي هيد لزيرو ونزوم من على الفابريك. هنتأكد ان احنا معلمين على الفابريك مش. بعد كده هندوس Alt ونكليك على السبديفيجن سيرفيس. بكده احنا خلينا السبديفيجن سيرفيس parent للفابريك. ممكن نعلي السبديفيجنز بتاعة الريندرر، بدل 2 نخليها 3. بعد كده هنروح للبلين الأولانية خالص ونعلي الويدث والهايت، بدل 400 هنخليها 800 في الاتنين. وبما ان احنا ما عندناش اي لايتس خالص هنا في السين دوت، فهنجيب الارنولد سكاي من البروجكت الاولاني. هندوس في وننزل على بروجكتس، نختار شيدرز اللي هو البروجكت الاولاني. هنروح على الاوبجكت مانجر، نعلم على ارنولد سكاي وبعدين على edit. من edit هنختار copy، هنرجع ندوس في. بعد كده projects و untitled 3، وجوه الاوبجكت مانجر هندوس كنترول في. هنلاقي الارنولد سكاي نزلت بال HDRI image اللي كانت عليها. بعد كده هنرجع تاني للبروجكت الاولاني بنفس الطريقة، او من خلال ان احنا نختار من فوق، وبعدين نفتح الماتيريال مانجر، نعلم على الشيدر بتاع الخشب ونطلع لإيديت ونختار كوبي. وبعدين نرجع تاني للبروجكت اللي احنا كنا شغالين عليه ونعلم على الماتيريال مانجر وندوس كنترول في ونعمل ابلاي للوود على البلين الاولانية.
وكالعادة هنعمل شيدر جديد علشان نابلاي عليه الفابريك ونشوف بتعمل ازاي. فهنروح ل create وبعدين Arnold surface وبعدين standard surface وهنعمل له ابلاي على الفابريك. بعد كده هنرن الاي بي ار وندوس بلاي. هنلاحظ ان التايلينج بتاع الوود شيدر عالي قوي، فهنقلل التايلينج. نفتح الشيدر نتورك اديتور بتاعه ونعلم على، نتأكد ان احنا معلمين على الوود شيدر ونعلم على التكتشرز بتاعته الاتنين، ونعلم على التكتشرز بتاعته الاتنين دي ودي. وبعدين نروح ل UV coordinates ونعلي السكيل بدل 1 نخليه 5. وبعدين نرجع تاني للستاندرد سيرفيس شيدر اللي احنا كنا عاملينه دلوقتي. هنقفل البيز والسبيكولر والترانسميشن وهنفتح الشين ونخلي الشين فاليو بدل 0 تبقى 1. نلاحظ ان الاي بي ار بيابديت بس احنا مش شايفين قوي ايه اللي بيحصل، فهنفتح البيز وبدل الكالر ما هو ابيض هنخليه اسود 000 RGB values. هنلاحظ على اليمين ان الشيدر مش اسود وفي ريفليكشنز بيضة حوالين الإدجات، وده بسبب الشين افكت. خلينا نقلل الشين بدل 1 نخليه نص. هنلاحظ ان الافكت ابتدى يقل، بس برضو خلينا نغير الكالر. بدل الكالر بتاع الشين ما هو ابيض خلينا نختار لون احمر زي ده كده مثلا، ونعلي الشين افكت لحد ما يبقى 1. وبدل ما الكالر عندنا في البيز اسود هناخد الكالر من الشين ونحطه على البيز. بعد كده خلينا نفتح الكالر بتاع البيز شوية، نقلل الساتوريشن بتاعه. بكده هنكون عملنا الإفكت بتاع انعكاس الضوء على الفابريكس. بس كده لسه ناقص لنا التكتشرز. هدراج الفابريك تكتشر جوه الشيدر نتورك اديتور وعلى طول هدوس Alt W1 علشان اشوف التايلينج بتاعها عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين هي كبيرة جدا، ف هنعلي ال value بتاعت السكيل بدل 1 هنخليها 4. مش متشافة قوي، فبدل 4 خلينا 3. بعد كده وانا معلم على الايمج نود هدوس كنترول تاب وهننزل بامب نود. نكتب بامب ونختار بامب 2D، نختار بامب ماب وهنأتاتش البامب 2D نود جوه الستاندرد سيرفيس شيدر. هنختار من مين جيومتري وبعدين نورمال ونعلم على الستاندرد سيرفيس شيدر وندوس Alt W وبعدين 1. مش هنحس بالإفكت بتاع البومب خالص، فهنعمل ريفرش للاي بي ار. ابتدينا نشوف الإفكت بتاع الباترن. هسيبه يرندر لحد الآخر وبعدين أوريكم النتيجة بتاعته عاملة ازاي. ودي كانت النتيجة بعد الرندر ما خلص، ودي كانت آخر حاجة في الشيدرز. بكده احنا خلصنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم.